سالو زاهر حمادي، المدعي العام زاهر حمادي، الرئيس نبيه بري متمسك فيه بده يعمله المدعي العام المالي، بينزعج وزير العدل بيهدد بالاستقاله، ما تستقيل يا اخي، مين اللي كابشك؟ تستقيلوا كلكم قش لفه تضربوا انتم كل الوزارات والسياسيين والزعماء، شو عملتوا لهيدا البلد؟ ما هيك انت كمان عم تتخانق ما بدك زاهر حمادي يعمل مدعي عام مالي، ما انت عم تتمسك فينا الخزنه، لو ما انت مستفيد بدك تطلع مساري ما كنت بتقول ما بدي زاهر حمادي مدعي عام مالي. وتطلع لنا كمان جريدة الإخبار بتقول إنه زاهر حمادي عم يقمع الحريات وزاهر حمادي مش منيح. زاهر حمادي عم تنقمع الحريات، ما لي 20 سنة بالمجال السياسي على أساس إنه زاهر حمادي ما بيعرف إنه أنا ملكة ثورة الأرز، ما بيعرف إني من 14 أذار، ما بيعرف إنه لساني أطول وحدة بكل البلد، ما من 20 سنة ما قمعني مبين زاهر حمادي، ما قرب صوبي الزلمة، وبيعرف إنه أنا من السنة وزاهر حمادي شيعي، بين زلمة ما قرب علي. انتوا بس ما تتغزلوا بدول غير لبنانية، بدول منا شرعية دوليا، ما بيقمعكم زاهر حمادي. ولكن انتوا مين قاريكم؟ العالم قاعدة على التواصل الاجتماعي، من بعد قاري بالجرايد؟ ما حدا قاري بالجرايد كلها، نستعملكم لنمسح الازاز من كبكم بزبالة. المدعي العام زاهر حمادي هو زعيم القضاء، وبده يضل يدعس على راسكم ويدعس بيجروا على راسكم، وبده يكون مدعي عام مالي، وبدنا نلحقه على البيت اذا بده يروح لزاهر حمادي. من اشرف القضاة هو زاهر حمادي، ونحن بنعرف هيدا الشيء، بس انتم ما بدكم اوادم بهالبلد، بس تشوفوا واحد قبضاي وانسان شريف بدكم يا تركبوا له ملف يا تخلقوا له شو قصص لتبينوا انكم انتم الفاسدين. روحوا تضبضبوا ونقبروا. والله اذا بيرفع اصبعه نبيه بري بياتي بهيديك الحركه ما بيخلي لكم امل صغير، بس بعده قاعد. بعدين ليك بدي اقول لك شيء، وزير العدل ما تضلك كتير متمسك برأيك انك انت بدك تستقيل اذا بيجي المدعي العام المحترم الراقي زاهر حمادي بالمالية. تعرف ليه؟ احسن من الرئيس بري يعني يمسكك شيء اول مرة بحياتك بتمسكه، تضربوا كلكم قش لفة. زاهر حمادي خط احمر، غصب عنكم بده يركب، غصب عنكم زاهر حمادي بده يركب. روح الله يوفقك يا رب يخلينا اياك فوق راسنا يا ريس زاهر حمادي يا زعيم القضاء. شو بدي ادعي لك؟ الله يطول لك اياه لعمرك. هاشتاج زاهر حمادي اشرف قاضي.